السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني زي ما شُفتوا معانا الفيديو، أنا ليه سِبت يوتيوب سنتين ونُص، تمام، سنتين ونُص أيوه، من آخر فيديو كان تاريخ 1/11. فأنا جاي أدردش معاك في ليه أنا سِبت يوتيوب، تمام، والدردشة دي مش مكتوب لها script ومش متحضّر لها أفكار مترتّبة، يعني فيها مجموعة من الحاجات اللي في دماغي جاية بيها. فأنت عايز تستمع، استمع، مش عايز تستمع اقفل الفيديو. خلاص أنا فاتح، تمام، عشان أنا جوايا كام حاجة عايز أقولهم وخلاص. أنت عايز تستفيد، يبقى شوف فيديو تاني، تمام. ده مش فيديو هيكون فيه مثلًا 3، 4 حاجات اعملهم، ما تعملهمش، كذا، كذا. ده مش هيكون الفيديو ده، لو أنت داخل عشان كده، فده أنا آسف لو باقول لك الكلام ده مش موجود. ده فيديو دردشة مني أنا ليك، عايز تاخد بيه خُد، مش عايز تاخد بيه أنت حُر، عادي جدًا، تمام. بس، فليه سِبت يوتيوب؟ آآ ليه أنا سِبت يوتيوب مرّة واحدة؟ يعني أنا كنت ماشي برتم كويس، شهر 10 نزّلت فيديوهات كتير، بعد كده وقفت مرّة واحدة، تمام. ليه؟ لإن حصلت مشكلة عندي. فالمشكلة إيه، كانت كبيرة شوية، فالمشكلة تملّكتني وسَرت في دمائي زي ما بيقولوا. فأنا ما عرفتش أفكّر برّه إطار المشكلة، ما عرفتش أحاول أطلع برّه المشكلة وأعمل حاجة تخلّيني أبعد برّه المشكلة شوية. لأ، دماغي كلّها كانت مشغولة بالمشكلة دي. ده صح والّا غلط؟ أنا مش عارف بصراحة، لإن المشكلة كانت كبيرة شوية، بس الحمد لله يعني ربنا عدّاها. فليه أنا سِبت اليوتيوب مرة واحدة؟ عشان حصلت مشكلة عندي نوعًا ما، فما قدرتش أعمل يوتيوب والمشكلة موجودة، استنيت لمّا المشكلة تتحل عشان أبدأ أنزّل يوتيوب تاني. من أول ما المشكلة اتحلت في يوتيوب بدأت شوية أراجع أفكاري شوية. مشكلة يوتيوب، مشكلة السوشيال ميديا بشكل عام، إنستجرام، يوتيوب، إن أنت مضطر تنزّل. يعني أنت لازم تنزّل فيديو، لازم تنزّل story على الإنستجرام، لازم تنزّل على الفيسبوك reels برتم معيّن، لازم تنزّل ده. فأنت بتحس إن أنت دايمًا في حد بيpush عليك كده عشان تنزّل حاجة. ليه؟ أنا ما عملتش يوتيوب عشان أنزّل حاجات أنا مش عايز أنزّلها. أنا عملت يوتيوب عشان زي ما أنا كاتب لك في الdescription كده، جوايا كام في حاجات في دماغي عايز أطلّعها. بس فكرة إن أنا أبقى حد بيpush عليَّ عشان أنزّل، أيوه، ونشوف المشاهدات وصلت لكام وده عمل لكام ومستوى القناة عمل إيه. لأ، أنا ما اروحش اليوتيوب لكده أصلًا، فاهم؟ عشان كده أنا مش بارجّح إن اليوتيوب يكون شغلانة. يعني أنا ما باحبش اليوتيوب يكون شغلانة، لإن لمّا بيكون شغلانة الموضوع بيكون روتيني، وبيكون في تكرار، وبيكون في حلب الأفكار، وما بيكونش في حتة الإبداع، وفكرة اللي أنت في حاجة عايز تقولها، تمام. فهي دي نقطة مهمة جدًا يعني كانت بالنسبة لي. أنا مش عايز أنزّل، واخد بالك، أنا مش عايز حد يpush عليَّ عشان أنزّل، مش عايز حد يpush عليَّ إن أنا أنزّل story على Instagram، يpush عليَّ إن أنا أنزّل على الفيسبوك. لأ، أنا جوّايا دماغي كام حاجة عايز أطلّعها بس، فاهم؟ فدي النقطة دي خلّتني أراجع موضوع اليوتيوب نوعًا ما. دي نقطة. النقطة التانية، إن اليوتيوب برضه فيه حتّة إن أنت زي ما قُلت لك النقطة اللي هو أنت تاخدها شغلانة، دي هي اللي بتفقد حتّة الcreativity بتاعتك، أو أنت عايز تعمله يعني. النقطة التانية هي المشاهدات. مشاهدات فتنة كبيرة، إن أنت دايمًا بتدخل على اليوتيوب studio مثلًا وتشوف مين الفيديو ده جاب، الفيديو ده ما جابش، طب الحتّة دي جابت، الحتّة دي ما جابتش، فاهم؟ بتشغل نفسك بشكل كبير. وأي حد بادئ يوتيوب يقول لك أنا في المشاهدات مش فارق معايا، ده غالبًا كدّاب. معلش يعني ما حدش المشاهدات مش بتفرق معاه، تمام، إلا لو أنت داخل يوتيوب عشان هدف معين. وبرضه المشاهدات بتدخل فيك، لأن الموضوع فعلًا يوتيوب بيعمل لك analysis بشكل رهيب. يعني المشاهدات، مستوى التفاعل، الجمهور، الإيرادات، كل ما يتعلق بالفيديو اللي بيتصور دلوقتي ده يوتيوب بيanalyze كل اللي بيشوفوه. فبالتالي بيبقى عندك data كبيرة جدًا بتقعد تفصّل فيها. فده بيخلّيك، لأ يعني واخد بالك، الموضوع بيكون المشاهدات في دمك. مين اللي بعت لي، مين اللي عمل كومنت، مين اللي بعت لي انستجرام، تمام. المشاهدات وصلت لكام، الفيديو اللي فات جاب ده ما جابش، طب اعمل ايه عشان اللي جاي يجيب يعني، فاهم؟ فدي مشكله. يعني حرفيا انا حسيت ان انا في الزون ده، اللي هو لا انا مش عايز ابقى مشاهداتي عملت ايه وده عمل ايه وده عمل ايه. انا ايه اللي وداني الحته دي، واخد بالك. فدي تاني نقطة، إن أنا ما كنتش عايز إن المشاهدات فعلًا. الموضوع كان صعب، اللي هو أنا عايز مشاهدات، عايز views، مش views يعني، عايز مشاهدات، عايز views، عايز subscriber، تمام. فدي نقطة. النقطة التالتة، إن اليوتيوب مش يعني أنت تطلع لازم يكون فيك طاقة ونشاط زي ما أنا باتكلم كده عشان تقدر تجذبك، ولازم يكون في شوية مونتاج، ولازم يكون في شوية مش عارف كذا. لازم يكون في ترتيبات معينة، مش زي ما كنت متخيل. ان انا مثلا في جوايا كلام ممكن يكون مترتب، ممكن يكون منسق، ممكن يكون تستفيد منه فاطلع اقول فيتسمع. لا، الموضوع طلع اعقد من كده. لازم تكون فيك زي ما بقول لك الحيوية دي، فاهم؟ لكن لا، مش لازم يكون فيها الحيوية.
لازم الكلام يكون فيه مونتاج، لازم يكون فيه مبهر، تمام، لازم يبقى يعمل زوم ان وزوم اوت عشان تشد، فاهم؟ فدي من 3 نقاط يعني أنا ما حبيتش يوتيوب بسببهم، تمام، إن أنا فكرة ال كل حاجة لازم أعمل مونتاج كويس عشان الفيديو إن أنت تقدر تستمر بسبب الأنتشن سبام اللي زي الزفت عندنا كلنا. أعذرني أنا آسف في اللفظ يعني. فعشان دي دردشة بقى، ما قُلت لك دي دردشة، أنت مش هتستفيد لو أنت داخل تستفيد عشان شيء معين أنت مش هتستفيد منه، فأنت عايز تكمّل أنت حُر، مش عايز تكمّل أنت حُر برضه. مش عارف أنا باتكلم يعني، أنا آسف والله. فأول نقطة اللي هي موضوع إن أنت تاخدها شغلانة. النقطة التانية المشاهدات وتأثيرها، وأي حد بيتأثّر بمشاهدات، وفي ناس كتيرة كانت ماشية بنسق معيّن وكويس، بس عشان عملت فيديو فجاب مشاهدات فخلاص كمّلت فيه، وكتير من كده سواء صح أو غلط. يعني هو عارف إن لو جاب الشخص ده هيجيب له مشاهدات كتير فيروح يجيبه، مع إن الشخص ده سفيه، الشخص ده فعلًا لا يقدّم شيء غير إن هو يتريق على نَفْسه، تمام، الشخص ده ما هو إلا أضحوكة. بس عادي، فاهم؟ مجرد فكرة إن هو يجيب مشاهدات دي، فكرة إن هو هيبيع خلاص هاته. فدي بجد خلاص يعني إيه ليه؟ يعني مش هاقول لك يعني يا عم اتقي الله، يا عم اتقي نفسك وخلي عندك مبدأ، أنت عندك مبدأ معين امشي عليه. لكن زي ما باقول لك اللي أنت خليتها شغلانة فأنت عايز منها فلوس بشكل أو بآخر، إن أنت خليت هدفك المشاهدات وهدفك إن أنت عايز توصل من المشاهدات لحتة معينة، فدي بتفقد معاني كتير جدًا في سبيلها، تمام؟ فدي 3 نُقط يعني خلّوني أنا بطّلت اليوتيوب لفترة معيّنة، بس إن شاء الله هارجع، بس عايز أرجع بقى بنفس المعايير اللي أنا بدأت عليها، يعني في بعض المبادئ وبعض القِيَم وبعض الثوابت اللي أنا حاططها وعايز أكمّل بيها، فربنا سبحانه وتعالى يقدّرني وأكمّل بيها، تمام، ولو ما أحس إن المعايير والقِيَم الثوابت دي أنا جيت عليها خلاص أنا هاوقّف يوتيوب تاني، عادي جدًا، أنا عندي كذا شُغلانة في شغلي ممكن أكمّل أنا زي ما أنا عايز. فمش باقول لك إن اليوتيوب الاتفاق لليوتيوب بقى جه على مبادئه، لأ عادي، يعني عندك ناس كتيرة ما جاتش على مبادئها، لكن في ناس كتير جات، وكتير جدًا، جدًا، جدًا كمان، بدأ كويس بس هو عشان زي ما باقول لك كده عايز فلوس، عايز مشاهدات معيّنة، خلاص خد سكة معيّنة. فدي أي حد بيبدأ يوتيوب أو أي حد عايز يبدأ يوتيوب خلّي بالك نجم من ال3 نُقط دول. بس كده إحنا جبنا 7 دقايق ونُص، فبس كده، وأدي فيديو، تمام؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.